آليات هي آليات روتينية تعتمد على عناوين المؤسسات الموجودة ذات العلاقة، يعني حسب تسمية هذه الدائرة وحسب عنوانها، وبالتالي يتكلم على هذا الأساس. نعم، وهذا كلام سليم، وهذا عنوان محدد لدائرة معينة ولبارت مهم من قيام مجلس الوزراء، ولكن ما هي الآليات؟ ما هي القضايا الفنية، الجداول، المراحل، من فلان تاريخ لفلان تاريخ، يعني لازم شيء حتى هذا كله موجود، ولذلك هذا يذكر البرنامج الحكومي يعني نقول علميا اللي هو يفرض انه يعمل عليه، وفي الببليك بوليسيز مثل ما يقول الاستاذ عباس من اهم ما يعني يؤدي الى نجاح السياسات العامه كتطبيقها هو ليس بناء فقط، وانما آلية المتابعة. المتابعة يفترض من عندك أن تقدم أهم شيء مطلوب في عملية المتابعة هو تحليل ما وصلت إليه السياسات، وبالتالي كيفية تطويرها ودفعها باتجاه أفضل وضابط المرونة في تحقيق البرامج والأهداف في نهاية المطاف. وقد يجوز هذا التحليل يؤدي إلى الوصول إلى غايات أكثر فائدة أو أكثر قوة مما انت تسمو اليه عندما وضعت السياسات العامه. لذلك المهم ان نعمل على حافظه بالهاج وحافظه القرى، بس اشاره ايضا بسيطه في المؤسسات الحكوميه موجب من سنه 2010 في موضوع السياسات العامه، وانا شرفت بكوني اول المؤسسين لهذا الموضوع. يعني أدبت من عام 2010 لغاية عام 2014، ووضعت المبادئ الأساسية لأفكار كيفية أداء جداول المعايير إلى آخره. ولكن هذا العمل مثل ما ذكر الأستاذ عباس لا زال غير واضح حتى للمؤسسات الحكومية كمضمون. عندما تطرح الببليك بوليسيز يتصوره البعض وذلك أنه يدور حول السياسة، لأن حتى في الجامعات العربية ما كان موجود هذا المفهوم، إنما أنه أقرب دول الأردن ولبنان وسوريا والسعودية ودول الخليج يعملون عليه سنوات طويلة، حتى في الدراسات الجامعية والمؤسسات الحكومية تعمل عليه بمستويات مختلفة على موضوع آخر، ولكنهم يعملون بهذا الاتجاه. لذلك أنا أعتقد من المفيد أن نتعامل مع هذا الموضوع بهذه الرؤية، وإن شاء الله نصل إلى نتائج إيجابية. أنا بس إذا تسمحوا لي الآن بس راح أسجل أسماء الإخوان الراغبين في الحديث، ولكن حديثنا راح يصير على الباطل. الباطل الأول لغاية الساعة 11 ربع تقريبا، ننهي ناخذ الاستراحة تقريبا ربع ساعة ونرجع نعاود نقاشاتنا، وايضا يعني يتفرغون بصراحه. الان عندي الاستاذ عباس، الاستاذ فاعل دكتور استاذ رياض كريم. رياض كريم. جاسم عبد العلي. جاسم عبد العلي. إذا كنت شخص أبو أستاذ محمد.